السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يا بقى يا صديقي، اقسم بالله لو ما صليتش يبقى انا بص زعلان منك قوي. وقوم سيب دلوقتي الموبايل منك، قوم تقدر تصلي بسرعه، فرض الفجر قوم صلي بسرعه، فيديو مش هيطيل، المقطع مش هيطيل يعني، يلا. ولو انت صليت وجيت عشان انا واثق فيك وعارف ان انت تقوم تصلي، تعالى اقول لك شويه حاجات تخليك بجد تحب الصلاه، تبقى مدمن على الصلاه يا صديقي. اول حاجه، الصلاه يا صديقي خليها بالنسبه لك المهرب من الاوجاع والاتعاب، البيت اللي تلجأ له وتروح له، الحاجه كده اللي انت بص لما تبقى متضايق قوي وخلاص صدرك ده هينفجر من كتر الضيق، تروح قايم كده متوضي ومصلي. خليها كده يا صديقي، هو تخلص الصلاه ده مجرد فرض او واجب عليك هتأديه. خلي الصلاه فعلا البيت اللي بتروح له وترتاح فيه لما تبقى تعبان. الصلاه يا صديقي بتخليك متواصل مش مع ملك او وزير او رئيس او امبراطور، ده بتخليك متواصل مع ملك الملوك، صله العبد بين العبد وربه. تخيل كده اللي انت بتتكلم مع مالك السماوات والارض، تخيل ان انت بتتكلم مع اللي ممكن يملى بيتك فلوس، مع اللي ممكن يملي جسمك صحة من غير ما انت ما تتعب، بس هو عاوزك تروح له. وربنا مش محتاج صلاتك يا صديقي، انت اللي محتاجها، ربنا لا يحتاج شيئا سبحانه وتعالى، لكن انت اللي محتاجها، انت اللي المفروض تروح، انت اللي المفروض تبدا، وربنا هيوفقك. اوعى تقول مش قادر، لا، قول انا اقدر، وابدا التزم في الصلاه يا صديقي. تاني حاجه، انت يا صديقي لو انت بره بوالديك يعني، وده واجب عليك على فكره مش رفاهيه، لما يقول لك يا محمد يا فاطمه يا سعاد تعال، هتقول لهم لا وهتقول لهم لا، اوعى تقول لهم لا. تخيل بقى ان ربنا اللي وهبك السمع الودان اللي انت بتسمعني بيها، والعين لو انا في فيديو كنت هتشوفني بيها، او اللي شايف بيها المحادثه دلوقتي، الايد اللي ماسكه بيها الموبايل، وكم العضلات والمفاصل والعظم واللحم والدم والجلد وكل النعم دي، والله لو قعدت تعدها من هنا لحد ما تموت مش هتعرف تعدها برضه، وانا بتحداك. كل النعم دي ما تستحقش اللي انت لما ربنا يقول لك حي على الصلاه ما تروحلوش، مش ده يبقى برضه يا صديقي؟ ده انت لما حد بيعملك جميل تبقى ناس تشيل من الارض، ايه ده؟ قله الادب ده يا صديقي والله العظيم يعني. ثالث حاجه، اهميه الصلاه وصلت لدرجه ان اللي بيسيبها وبيتركها ويقول لك مش مهمه ده كافر. ايوه ده داخل النار، ايوه ما استغربش، دي مش حاجه سهله ولا حاجه هينه، حاجه صعبه جدا. لما ربنا قال في سوره المدثر على لسان المتقين في الجنه ما سلككم في سقر، يعني ايه اللي دخلكم النار يعني؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما قالش في الاول وكنا مشركين، لا، كنا من الاصنام، مع ان حاجه عظيمه وذنب عظيم، بس الصلاه اعظم، لان الصلاه هي العهد الذي بيننا وبين المشركين، فمن تركها فقد كفر، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما سلككم في سقر قالوا ولم نكن من المصلين. ما بداش بالاشراك او بدا بعباده الاوثان او الاصنام، لا، بدا قالوا لم نكن من المصلين. يا صديقي تارك الصلاه على ثلاث مرات، اولها اللي تاركها جحودا ولا دي مش مهم، دي حاجه سيبك منها ده كافر. اما اللي تاركها سايبها بقى كسل ولا اللهم صل دلوقتي، اخلص الجيم اخلص الدروع، ده منافق. قال المولى سبحانه وتعالى ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، يعني ما بيروحش الصلاه هو ولا كانه رايح يتقتل. ثالث حاجه يا صديقي وثالث مرتبه معانا اللي هو الغافل، اللي بينسى، نسي يصلي الظهر يسلم على العصر، يصلي المغرب يسلم على العشاء، طبعا ذنب عظيم وكبير من الكبائر كمان. كان وجزها في مقوله تاركها جحودا كافر وتاركها كسلا نافق والويل لمن تركها ساهن. طبعا لسه شارح المقوله، اللي يقول لي الشرح بتاعه تقول كلام مش مفهوم مش هعمل له حاجه. المهم الصلاه كمان يا صديقي بتاثر على صحتك النفسيه وعلى صحتك الجسديه، ايوه بدنك بيتاثر جدا بالصلاه. فانت اول حاجه الدكاتره بينصحوا اللي عنده ضيق في التنفس او عنده فعلا ما بيهزرش او اللي عنده ضيق في الدورة الدموية الحاجات دي يسكت، ايوه ياخد وضعية السكوت في الصلاة، ده مصداقا لقول المولى سبحانه وتعالى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فعلا السجود بيخلي التنفس عندك يطلع بشكل كويس، ده بينصح فيه الدكاتره، وانا ان شاء الله لو عرفت احط لكم الرابط بتاع الابحاث دي احطها لكم ان شاء الله تحت المقال. تاني حاجه مفاصلك بتتحرك، ما بيخليكش عندك خمول او كسل، لا، مفاصلك كلها بتتحرك كانك بتروح جيم طبيعي. تالت حاجه ومن اهم الحاجات اللي هي بتاثر على صحتك النفسيه، النفسيه يا صديقي نص المرض او الوهم نص المرض. فانت لما تحس ان نفسيتك مرتاح وان انت بتتواصل مع واحد ملك الملوك سبحانه وتعالى، نفسيتك هتتحسن تلقائي بجد. تعالى بقى يا صديقي اقول لك شويه حاجات كده يخليك فعلا تحب الصلاه، يخليك تصلي ان شاء الله بخشوع. اول حاجه وانت رايح الصلاه روح بصدر منشرح، قول انا رايح اقابل ملك الملوك، انا رايح اقابل ربنا، انا رايح اقابل الله سبحانه وتعالى، رايح عاوز اخذ من ايديه شويه، رايح ارتاح من تعب الدنيا، رايح ارتاح من ضيق صدري، رايح ارتاح من المشاغل. اول حاجه. تاني حاجه اللي انت لما تخش المسجد كانك داخل بيت الملك، تخش بكل عزه تواضع في نفس الوقت وتقف في ايدين المولى سبحانه وتعالى، ولما تيجي تقول الله اكبر طبعا قبل الكلام ده وانت بتتوضا كانك بتستحمى او كانك بتجهز اللي انت هتقابل اغلى واحد في حياتك اللي هو ما فيش بعده. ولما تقول الله اكبر تبدا هنا القصه، تقول الله اكبر كله طمانينه، تحط كانك حاطط كل همومك على ظهر ايدك وانت بترفعها لفوق كل همومك نزلوا وطلعها، فقلت اقول الله اكبر. يا سلام على الراحه النفسيه في اللحظه دي لما تستشعرها كمان صديق. بعد كده تبدا الفاتحه الحمد لله رب العالمين، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ايه بتبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم. تستشعر الآيات كده، تستشعر قوة وعظمة اللي أنت بتتكلم معاه، وقوة وعظمة الكلام اللي أنت بتقوله، بجد هتفرق معاك والله يا صديقي. تقرأ السورة اللي بعد الفاتحة أو الآيات، بعد كده تركع، الله أكبر. تخيل وأنت راكع بتقول سبحان ربي العظيم، سبحان الملك، سبحان القدوس. متخيل معاه العظمه؟ ترفع من السجود وتحمده بالطريقه اللي انت بتحبها، ومن افضل طرق اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. بعد كده تسجد. تخيل اللي انت راسك في ادنى نقطه في الارض، على الارض يعني، وبتكلم ملك السماوات والارض، تطلب منه اللي انت عاوز. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انت قريب من ربنا، انت قريب من الذي خلقك، قريب من اللي ممكن يرزقك، يديك صحه، يديك اللي انت عاوزه، قريب منه. ما تستبعدش اي حاجه، اي حاجه اطلبها منه، وقول في الاخر ربنا يكتب لي خير، اكتب لي خير يا رب، عشان انا ما اعرفش، انت اللي تعرف. بعد كده جالس اللي بين السجدتين بكل تواضع، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اجبرني، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر، رب اغفر لي. وبكل استشعار كده التذلل بين ايدين المولى سبحانه وتعالى. سجده تانية، ابكي وانت ساجد يا صديقي. البكاء هيطلعك من الحل، لو انت في حاله وحشه هيطلعك منها. خلي عندك كده طمانينه وراحه، اطلع من الصلاه وانت فيك اشتياق الصلاه اللي بعدها. التحيات او التشهد، قولها كده وانت كانك بتودع حاجه غاليه عليك قوي، وانت بتودع ربنا سبحانه وتعالى. التحيات في الله، صلاه وطيبات الى اخرها. بعد كده وانت بتسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وانت عندك اشتياق للصلاه الجايه، وانت بتدعي ربنا يا رب، يا رب الصلاه الجايه تيجي، يا رب الصلاه الجايه تيجي. في بجد في الوقت ده يا صديقي هتحس ان انت فعلا في حته تانية، اللي كل الناس في عالم وانت في عالم تاني. بعد ما تخلص الصلاه اوعى تقوم، كمل اختم الصلاه، قول الاوراد مع بعض الصلاه، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، بتقول 99، وتكمل 100 بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقول ايه الكرسي والمعوذتين والاخلاص. تقول بعد الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات الفجر والمغرب. اللهم اجرنا من النار بعد الفجر والمغرب، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل هذه الحاجات يا صديقي بجد والله العظيم هتطلع مثلا من ربع ساعه دي، انا مخلص صلاه مثلا الظهر ولا العصر ولا الفجر ولا المغرب ولا العشاء، اطلع منها وانت بجد في عالم تاني. خلي الصلاه يا صديقي العواميد اللي تحط حواليها حاجاتك، اوعى تخلي الصلاه من بين حاجاتك، لا، انت خلي حاجاتك من بين الصلاه. يعني حط مثلا، ما تقولش انا اروح الشغل واصلي، قول انا هصلي في الشغل، قول انا هصلي في الشغل. يعني قول مثلا ايه، ما تقولش مثلا انا اروح الشغل بعد كده اصلي، لا، قول ايه، انا رايح الشغل عشان في الدقيقه 12، الساعه 12 و 55 دقيقه دور يقدم، فاسيب الشغل واروح اصلي. دي حاجه كده، ده فرض عليا، اروح غصب عني حتى لو ايه، ما تاجلش. اوعى تاجل يا صديقي الصلاه. الصلاه دايما في جماعه، الصلاه دايما بطمانينه، الصلاه دايما في استشعار وخشوع. انت بتصلي المولى الملك الملوك سبحانه وتعالى، اللي انت لما هتطلب هيديلك، سواء في الدنيا سواء هيخليها لك في الاخر، هيديلك حسنات. لا، حقك عمره ما هيضيع يا صديقي، حقك عمره ما هيضيع يا صديقي. افتكر دايما ان الصلاه فوائدها مش ايمانيه ولا دينيه فقط، دي فوائدها نفسيه بدنيه صحيه. ولو قعدنا نتكلم عن فوائد الصلاه من هنا لحد ما نموت مش هنخلص نص فوائدها حتى. وبس كده يا صديقي، عشان ما اطولش عليك، معلش لو طولت عليك، جزا الله عنا عنكم الهموم، شرح لنا ولكم الصدور، يسعد اوقاتنا واوقاتكم، فانه هو الحي القيوم، ويعلم اني فيه احبكم فانه علام الغيوب. ان كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.